انا اول مهندس ودكتور في نفس الوقت، وبرضه فشلت في حياتي. تعالوا نشوف كيف. المجتمع صنف لنا كليات معينه زي الطب او الهندسه، وفهمنا انه اللي انت لو ما دخلت الكليات دي فانت خلاص درجه تانية ومستقبلك ضاع. الكذبه دي خلت شباب كتيره تخش الكليات دي وهي كارهه نفسها، وحرفيا بتتخرج وهي مريضه نفسيا. وبرضه خلت شباب كتار يخشوا الكليات التانية ويحسوا بالنقص وفقدان الشغف من اول يومين في الجامعه. الحقيقه اللي بيصرح بها السوق الليله انه اسم الكليه بتاعتك بقى ما باكل عيش، حتى لو انت خريج طب او هندسه. لو ما طورت نفسك وبنيت مهاراتك وعرفت تسوق لشغلك هتعاني جدا. ولو انت في كليه تانية بس بتتعلم وتشتغل على مهاراتك برا المحاضرات او برا المنهج، هتتخطى وتكسب اكتر واكتر من خريجين كليات القمه اللي نايمين على امجاد شهاداتهم. اكسر الصنم ده جواك. الكليه ما بتحدد السقف بتاعك نهائي، الكليه مجرد بدايه. قيمتك في السوق بتتحدد على قدرتك على حل المشاكل وبكمية المهارات اللي بتتعلمها برا المدرج. اللي بيتحكم في مستقبلك هو السيلف education او تعليمك الذاتي لنفسك، ما التنسيق ولا المعدل بتاعك في الكلية. فالروشتة بتاعت الليلة بتقول: اثبت نفسك في اي مكان بتتخطى فيه واعمل قيمتك الخاصة بيك انت تحديدا. وما تنسى تبي تحت في الكومنتات الضغط النفسي بتاع انك لازم تخش كليات بتاعت قيمة، هل دمر نفسياتك ايام الثانوي ولا قدرت تتجاوزه؟ لحد هنا حلقة بكون انتهت. كنت معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو. سلام.